بهالشكل هذا. هلا راح اضيفهم بالمرطبان لسه لما يبردوا، لانه البندق كان لساته سخن، وزيت جوز الهند كمان كانت مسخنه شويه لحتى دابت. طبعا ضفتهم بالمرطبان هلا حتى احتفظ فيهم بشكل محكم. لكن بالنسبه للنوتيلا سخنه لازم نستنى عليها لحد ما تبرد ويطلع منها البخار، لانه اذا سكرناها البخار اللي موجود فيها ممكن انه يعمل طبقه عفن، فلازم ننتظر عليها لحد ما تبرد وبعدين بنسكر عليها الغطاء. راح بحاول بغطي بطبق محارم او شاشه بهالشكل هذا، لاني ما بدي يفوت عليه اي شيء موجود، اي غبره او اي شيء موجود بالمطبخ. لف عليها المطاطة بهالشكل هذا، بتركهم ليبردوا تقريبا مدة ساعتين ثلاثة، او ممكن اخده واحطه بالبراد لحد ما يبرد. السلام عليكم. اليوم بدي اعمل لكم نوتيلا خاصة للكيتو دايت. بالنسبة للمقادير رح اقول لكم عليها بعد ما انه احمص البندق يلي موجود عندي. هذا بندق ني، لازم اني احمصه مشان ان هالقشرة البنية تنقشر عنا بشكل سهل. طريقة التحميص ممكن نحمصهم على المقلاية على عين الفرن، ممكن انه احمصهم بالفرن. بهالشكل هذا راح ادخلهم على الفرن، احطهم بالرف الوسطاني حتى يتحمروا من كل الجهات على 150 درجة مئوية، والفرن شغال من فوق ومن تحت. تقريبا بياخد عندي ثلث ساعة بالفرن لحد ما يتحمص، لحتى اشوف انه البندق بلش يتقشر عندي. طالعه من الفرن بقشرهم بهالشكل هذا. تحمص عندي البندق وصار سهل عندي لانه اقشرهم. طبعا الصينيه سخنه كتير والبندق سخن كتير. رح افرجيكم حبه. شايفين كيف المنظر؟ انا جرت شويه عليهم بالشوي، ممكن انتو تقيموهم قبل بوقت. شايفين كيف؟ راح يعطيني اطيب طعم. سهل جدا تقشيره. هلا راح اتركهم ليبردوا وبرجع لهم. هلا بالنسبه للبندق بعد ما انشوى قشرته صار عندي بهالشكل هذا. راح اعمل لكم اياها بطريقه انه الواحد ما ينحرم منها نهائيا. بالنسبه للمكونات والمقادير، في عندي كوبين من البندق، في عندي كوب من السكر، وممكن انه استخدم كوب تاني من سكر الاريتريتول، لكن بما انه انا راح اعملها اول مره بسكر الاريتريتول راح اضيف اول شيء كوب، ومنشوف قد ايه نسبه السكر فيها او قد ايه حلاوتها. ممكن اذا لقيناها مناسبه بنخليها بكوب واحد، ممكن انه نضيف عليها زياده. عندي كوب من الكاكاو، وهذا الكاكاو الكارب فيه كتير قليل. بالنسبة للبندق الكارب فيه تقريبا بحدود ال 16، لكن نسبة الدهون فيها 61 ونسبة البروتين فيها 17. فبما انه البروتين عالي والدهون عالية، نسبة الكارب الموجودة فيها ما راح تأثر علينا. هلا بالنسبة لبقية المقادير، في عندي فنجان من جوز الهند، هذا الفنجان قد فنجان القهوة العربي. في عندي فانيليا، عندي هالعود اخذت منه هالكمية هاي، فاذا ما موجودة عندكم ممكن تستعملوا الفانيليا السائلة. وعندي قبصة صغيرة من الملح، يعني تقريبا بحجم الاصبعين. بناخذ قبصة صغيرة من الملح وبنحطها بهالمعلقة او بنحطها بالخليط. طبعا بالنسبة لسكر الاريتريتول فرجيتكم عليه عدة مرات، هذا هو. هلا هي كل المقادير عندي. بداية راح اخذ الخلاط، هذا البريق. اول شيء راح اضيفه هو البندق بالخلاط بهالشكل هذا. راح اشغل عليها حتى ينطحنوا عندي. هلا انطحنوا عندي بهالشكل هذا. راح اضيف عليهم السكر، كوب من السكر. بحاول انه احركهم مع بعض هيك بهالشكل هذا. المفروض انه يكون السكر بودرة حتى مباشرة يشتغل معي. هلا راح بضيف الزيت، وبرجع بشغل الخلاط عليهم.
اول شي بضيف لهم رشة الملح، هاي رشة صغيرة جدا، وراح اضيف لهم الفانيليا بهالشكل هذا عشان تنزل بسرعة، والافضل انها تكون فانيليا سائلة حتى تمشي بسرعة معنا بالخلاط. بشغل عليهم الخلاط. هلا راح اضيف الكاكاو، وبما انه الكاكاو مر راح نحتاج شوية سكر تانيين. هلا بضيف الكاكاو، راح اسكر عليهم الغطا حتى ما يطير عندي الكاكاو. شوي حتى ما يضل عندي فيهم بودرة. شايفين المنظر رائع جدا بالنسبة للنوتيلا. برجع بخلطهم شوي تانية. هلا هيك خلصوا عندي، قوامها كتير ممتاز. انا ملاقي السكر اللي فيها مناسب، اللي بيحب انه تكون سكرها اكتر ممكن يضيف نص كوب كمان. هلا رح اديرهم بشي وعاء احتفظ فيهم. بهذا الشكل صارت عندي النوتيلا جاهزة. هلا رح انزل لكم هذا الفيديو لوحده، وراح اعمل لكم بانيكيك، وبهذا الشكل بنكون ما انحرمنا نهائيا لا من النوتيلا ولا من البانيكيك. الطعم رائع جدا ولسه اطيب من النوتيلا الجاهزة. فمثل ما انتم شايفين نوتيلا تاخذ العقل وعلى اصولها، وممكن انه ناكلها باي وقت. ممكن اللي بيحب انه يخفف شوي من الكاكاو حتى ما يضيف زيادة سكر فيها. بالنسبة لمجموع الكارب الموجود فيها تقريبا بيطلعوا لهم بحدود 20، لكن نحنا ما رح ناكل 100 جرام على وجبة واحدة اكيد. كل اللي رح ناكلهم هن معلقتين، كل معلقة ندهنها على قطعة كيكة او قطعة بانيكيك او على خبزة. بهالطريقة هاد يا دوب نكون ماخدين 1 كارب او 2 كارب باليوم بالنسبة للنوتيلا. اتمنى ان الطريقة تنول اعجابكم. اهلا وسهلا فيكم، صحة والف عافية. بهالشكل هذا هلا راح اضيفهم بالمرطبان لسه لما يبردوا، لانه البندق كان لساته سخن، وزيت جوز الهند كمان كانت مسخنه شويه لحتى دابت. طبعا ضفتهم بالمرطبان هلا حتى احتفظ فيهم بشكل محكم، لكن بالنسبه للنوتيلا سخنه لازم نستنى عليها لحد ما تبرد ويطلع منها البخار، لانه اذا سكرناها البخار اللي موجود فيها ممكن انه يعمل طبقه عفن، فلازم ننتظر عليها لحد ما تبرد وبعدين بنسكر عليها الغطا. راح بحاول بغطي بطبق محارم او شاشة بهالشكل هذا، لاني ما بدي يفوت عليه اي شيء موجود، اي غبرة او اي شيء موجود بالمطبخ. لف عليها المطاطة بهالشكل هذا، بتركهم ليبردوا تقريبا مدة 2-3 ساعات، او ممكن اخده واحطه بالبراد لحد ما يبرد.